للإكليل أمر، لأنه كان في اليمن القديم يقال لليمنية إكليلة تعظيما لها وتجليلا. قلت فيها مررت ونحوي الغيم أبدى تبسما، وقال لزهر البن هل صار مغرما، فقلنا بلا شك فلم كنت شاردا، سكت ولكن طرف عيني تكلما، بإكليلة قد هام حتى كأنه على عشقها مذ كان طفلا لقد نما، لقد تيمته غادة سبئية على حسنها صلى الجمال وسلما، كأن لميسا قد بدت في سموها شموخ يماني، فما اللحظ لو رمى وتنسل من بلقيس في عرشها الذي تعظم في العلياء ملكا تعظما، تسير كماء السد في جنة الدنا، وإن وقفت نادين تروي لنا الظما، كأروى التي فيها الحكايات قد سرت شموسا، ومثل الشمس إيماضها سما، معينية العينين قديسة الهوى، بعيدة مهوى القرط معسولة اللمى، أرى مسند الأجداد في نقشها حكى، أنا تبع الأملاك للمجد سنما، فألقى عليها ود بالحب كلمة فرفت كأيل الله للحب إذ هما، فمن مثلها بنت المكارم ربة تفاخر إن شاءت لها الفخر سلما، فذات الجمال الحميري تقدست بقلبي، ومن مثلي على الحب أقسما. الله الله، هل أنت من اليمن؟ نعم. يا بختها اليمنية في هذا الغزل الجميل من أعمق الحضارات في التاريخ. شكرا جزيلا لك.